ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنتعرف على اداة جديدة بتنتج لنا الصور من خلال النصوص، بتديها البرومبت وتطلع لك الصورة اللي انت عايزها. المميز في الويب سايت ده ان هو فري، يعني تقدر تستخدمه براحتك زي ما انت عايز. لحد ما انا عملت الفيديو كده فالاداة دي فور فري. طيب احنا طبعا عايزين نجرب الاداة دي ونشوفها قوية ولا لا. انا لسه هستخدمها معاكم في الفيديو، فهنشوف مع بعض واحدة واحدة نجرب الاداة دي. فانا مثلا ايه، كتبت لشات جي بي تي الحاجة اللي انا عايزها. انا قلت له ان انا عايز قطة بتعوم، فهو راح كاتب مطلع لي البرومبت وانا خدته زي ما هو، وهنشوف النتيجه. احنا زي ما أنا قلت لكم احنا بنتست الاداه دي، بنشوفها مع بعض هي اداه كويسه ولا لا. فطبعا اول حاجه خلاص احنا كتبنا البرومبت. تاني حاجه احنا عايزين نعملها هنشوف بقى الابعاد بتاعه الصوره، مثلا هنخليها طول او بالعرض، يعني لو عايزها ليوتيوب فيديو او ريلز فاحنا هنخليها هنا بالعرض، وهندوس جنريت ونستنى نشوف النتيجه هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا هو انا ما لحقتش اي حاجه ومستغرب من السرعه بتاعته. هي الصوره كويسه ما فيهاش اي حاجه، والجوده بتاعتها حلوه. بس برضو ممكن نجرب اكتر من برومت كمان. فالصوره زي ما انتم شايفين كده الريزوليوشن بتاعها لحد ما كويس. تعال نجرب كده نكتب له بالعربي نشوف هل لو انا كتبت له بالعربي هيفهم ولا لا. تمام، فاحنا قلنا له هنا عايزين سمكه بتطير، وهنشوف برضو ايه اللي هيحصل. الويتس والهايت بتاعهم موجودين هنا قدامنا، واحنا قلنا له عايزينها تبقى لاندسكيب اللي هي 16 ل 9، وهنشوف برضو النتيجه عامله ازاي. طبعا احنا نقدر نداونلود ونشير، فهنشوف كده. هو الحلو في الاداه دي ان هي بتنتج الصوره بسرعه، بس هي جوده الصور كويسه وانت تقدر تستخدمها. بس مثلا ايه، مش الحاجه اللي في تخيلي. يعني مثلا لو انا متخيل حاجه مش هي اللي في دماغي، بس ممكن يكون عشان انا مش كاتب برضو كلام تفصيلي كتير. فبس بالنسبه للاداه لا، هي قويه جدا وبتنتج صور كويسه وفي وقت قليل جدا. يعني انت مثلا دلوقتي مش هتحتاج ان انت تستخدم ولا فوتوشوب ولا اي حاجه. انت مثلا عندك صوره انت عايز تحط عليها صوره تانية، فانت ممكن بوصف بسيط تجمع الصورتين مع بعض. يعني مثلا انا قلت له انا عايز سمكه بتطير في السماء، وهو راح جايب لك السمكه وحط لك على صوره بيور، يعني ان هي سمكه في السماء يعني. بس مثلا لو احنا عايزين نجرب حاجه تانية عشان نتاكد برضو من جوده الاداء، هو انا شايفها ان هي الصراحه هي كويسه جدا وسريعه، والفكره ان هي فري، يعني انت مش هتحتاج ان انت تدفع اي فلوس عليها. فمثلا ممكن ان احنا نغير البرومت ده لبرومت تاني، نستخدم مثلا شات جي بي تي ونقول له ان احنا عايزاك تخلي السمكه دي بتطير في السماء مثلا وليها جناحات. هي الفكره كلها برضو ان انا مبسوط الصراحه ان هو فهم اللغه العربيه، لان دي مش حاجه بسيطه برضو، لان في ادوات كتير ما بتفهمش اللغه العربيه او حتى بتبوظ الدنيا يعني. بس كويس، احنا هنجرب دلوقتي كده نشوف هل هي الصوره هتختلف ولا هتبقى زي ما هي. فهو الاداه دي يعني هي كويسه، بس مش اللي في تخيلك ان هي هتطلع لك حاجه مش واقعيه. يعني هو برضو شغال في ان هي حاجه واقعيه، بتركب حاجه على حاجه. لكن انت مثلا اللي انت ممكن تعمله بقى في الاداه دي وتستفاد منها بالبرومت اللي انت هتكتبه، هتوصف الحاجه اللي انت عايزها وتحطها على حاجه تانية وخلاص كده. فهي الصراحه انا شايف ان هي اداه كويسه، بس مش اداه جباره يعني. الفكره كلها ان هي بتفهم اللغه العربيه وتفهم اللغه الانجليزيه، وبتطلع لك صور في اليوم، مالكش ليميت، بتقدر تطلع اكبر عدد زي ما انت عايز. فهي اداه كويسه ممكن نستخدمها ونستفاد منها، وممكن برضو نجربها تاني مع برومت تاني. انا هعمل لها تيست تاني برضو، لو لقيت ان هي فيها حاجه تانية او ضافوا حاجه تانية ان هي تخليها اقوى من كده، برضو هنعمل عليها فيديو تاني. طبعا احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو كنت مستمتع بالحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تقول لي في التعليقات ايه اكتر صوره عجبتك في الاداه بتاعت النهارده. وان شاء الله احنا كل فتره هننزل اداه جديده عن انتاج الصور والفيديوهات، عشان نوصل لاكتر اداه مجانيه وقويه في مجال انتاج الصور والفيديوهات باستخدام الاي اي. سلام.